السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في فيديو اليوم راح نعمل تزيين هاي الكيكة لعيد ميلاد، وممكن نشتغل بنفس الطريقة أي رسمة. وبالفيديو السابق عملنا هذا الصقل السهل والسريع، ومثل ما تشوفون عشان ينطي شكل كلش حلو للكيكة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصلكم إشعار بكل جديد. نبدأ بسم الله. بالبداية راح أحضر الشغلات اللي أحتاجها للرسمة. عندي 50 غرام من الشوكولاتة أو أي مقدار ما معين، نخلي عليه شوية زيت نباتي ونذوبه على حمام ماي أو ممكن بالمايكرويف. وبعدين راح أبدأ أحضر بالألوان. عندي نقطة من اللون البودرة راح أخلي عليه نقطة من الماي وأبدأ أخلطه بهذا الشكل حتى يذوب، وأخلي عليه شوية من الكريمة وأخلطه. الألوان حسب الرسمة اللي عندكم تشتغلوها، يعني الألوان اللي بالرسمة هي نفس الألوان اللي راح نعملها بالكريمة. بهذا الشكل تطلع عندنا الرسمة يعني حلوة ومرتبة، لأن راح نعتمد على الرسمة. عندي هاي الرسمة اخترتوها، راح أخلي عليها ورقة زبدة. طبعا مشغلة البانكا أو المروحة، فكل شوية ورقة الزبدة تتحرك فنخلي عليها ثقل. خليت الشوكولاتة بكيس وثقبتونه ثقب صغير، وراح أبدأ أرسمه بهذا الشكل، ونمشي على كل التفاصيل ونرسمه. الخط لا يكون يعني رفيع كثير، يكون وسط حتى لا تنكسر عندنا الرسمة بعد ما ننقلها على الكيكة. طبعا أفضل طريقة اللي يعني مسك الكيس مع الشوكولاتة هي هاي الطريقة اللي مثل القلم. تكون عندكم النتيجة كلش حلوة من ترسمون. نمشي عليها يعني الرسمة بهذا الشكل كأنما قلم، وعن نمشي على الرسمة مثل ما ذكرت. وخلوا شوية الشوكولاتة يعني الكيس تثقبونه ما رفيع كلش. طبعا بما انه جت العطلة الصيفية، فيعني كلش حلو إذا تعلمون أطفالكم أو بناتكم هذا الشغل، أو تخلوهم يعني يرسمون يطلعون أي طاقة سلبية موجودة عندهم. طبعا بعود أسنان كل شوية أعدل الشوكولاتة بهذا الشكل، راح أستمر بهذا الشكل حتى أرسم كل الرسمة اللي عندي. قبل ما تجمد عندنا الشوكولاتة نقص ورق الزبدة بهذا الشكل حتى من نخليها على الكيكة وعلى الكريمة ما تتخربط عندنا ولا يعني تشيل من الكريمة. تمام. وهسه ده راح أخليه على هذا الصحن نفسه وأتركه بدرجة حرارة المطبخ تجمد عندي، وإذا كان المطبخ حار خليها بالثلاجة. وبعدين بعد ما تجمد نخلي ورقة الزبدة نقلبها بهذا الشكل ونخليها على الكيكة، راح تطلع عندنا مباشرة. ومثل ما تشوفون أنا عندي هذا الجزء اتكسر، حاولت أخلينه على الكيكة ما صار، فراح أرجع أرسمه بالشوكولاتة بهذا الشكل. بالشوكولاتة أرجع عليها وأعدل الأشياء اللي تكسرت مني من الرسمة. أنا دائما أحب أرجع على الرسمة بالشوكولاتة كامل، ونخلي الرسمة مباشرة أمامنا ونبدأ نلون كل الأجزاء على حسب الألوان اللي عندنا بالصورة. عندي هاي الألوان اللي عملتوها مع الرسمة خليتوها على حمام مائي شوية ما كثير، عملناها يعني بفيديوهات سابقة حتى تذوب شوية عندنا الكريمة أو السيح بمعنى آخر. وراح نبدأ نلون بيها أول شيء الأجزاء اللي باللون الأبيض بهذا الشكل، نمشي عليها وبعود أسنان نعدلها ونكمل الشغل عادي. أنا راح أكمل وألون كل الأجزاء اللي باللون الأبيض بهذا الشكل، ونرجع نكمل بقية الألوان. طبعا بهذا الجزء تذكرتوا انه اوكي شغلات انا ما رسمتها، فراح ارجع بالشوكولاتة ارسمها بهذا الشكل حتى اكمل تلوين الاجزاء اللي باللون الابيض. طبعا اذا نسيت امشي مثل ما تشوفون انا شلون هسه رجعت واشتغل عادي وارسم الاجزاء اللي ما رسمتها وارجع الون باللون الابيض. يعني بالبداية لازم نلون الاشياء اللي باللون الابيض وبعدين نبدأ بقية الالوان. هسه راح ابدأ الون الاجزاء اللي باللون الازرق بهذا الشكل. هم خليتوا الكريمة تسيح على حمام ماي بس شوية يعني ما كثير، حتى من تخلوها على الرسمة يكون شكله كلش حلو ومرتب. إذا كانت ثخينة راح يكون شكله ما مرتب ومزقرش. ونعدل بعود الأسنان بهذا الشكل على كل الرسمة اللي عندنا باللون الأزرق. طبعا الشغل بالكريمة كلش حلو وممتع، مثل ما تشوفون التلوين كلش سهل، والرسمة هم عندي صغيرة ما راح تاخذ مني وقت كبير.
هسه راح نبدأ نلون اللسان. طبعا نلونونه على حسب الألوان اللي عندكم بهذا الشكل. هم الكريمة خليته على حمام ماء يسيح عندي، ونلون الأنف وهذه الأجزاء كلها على الألوان اللي عندنا بالرسمة. هسه راح نبدأ نلون هذا الجرس. بعد ما نلونه بالشوكولاتة راح أعمل هذه القطعة مع الجرس، يعني على حسب الرسمة اللي عندي. تمام. مثل ما تشوفون شلون بدت توضح عندي الرسمة ويكون شكله كلش حلو ومرتب. بالشوكولاتة راح أعمل هاي العيون، وبعود الأسنان أحركها شوية حتى تصير نفس الشكل بالضبط. ممكن تعملوها بالكريمة باللون الأسود، بس بالشوكولاتة يكون أفضل وأطيب. وبالشوكولاتة راح أعمل هاي الشوارب مع دورايمون بهذا الشكل. وعندي هاي الكريمة اللي باللون الأزرق راح أبدأ أعمل عقد اللولو. عندي الكيس ثقبتونه ثقب صغير، وأبدأ بهذا الشكل أعمل مثل النقاط أو مثل الخرز، وأسحب بإيدي أعملها داير ما يدور كل الكيكة. وفورمة النجمة الصغيرة خليته كريمة باللون الأزرق، وراح أبدأ أشتغل هذه النقشة الحلوة. أضغط على كيس الكريمة بهذا الشكل وأفر إيدي وأعمل مثل الصدفة مائلة، وبعدين أبدأ أعمل صدفة من جهة اليمين، مرة من اليسار ومرة من اليمين، وأفر إيدي حتى تنطيني هذا الشكل الحلو والمرتب. شكله كلش حلو ومرتب، وعملناها بالفيديو مع الكريمة. إذا تحبون تشوفوها بشكل أوضح موجودة بهذاك الفيديو. راح أكمل داير ما يدور كل الكيكة بهذا الشكل. عندي هاي الورود عملناها بالفيديو مع الكريمة، إذا تحبون تشوفوها. خليتوها بالمجمدة حتى تجمد معايا وحتى يصير عليها نقلة أو شيلة سهل، وأبدأ أخليها بالمكان اللي يناسبني على الكيكة أو اللي أشوفه حلو، وأخليها بهذا الشكل. طبعا دائما توزيع الورود على الكيكة من منظوركم ومن الجهة الجمالية اللي انتم تشوفوها أحلى. خليته كريمة باللون الأخضر مع شوية من اللون الأصفر، وصار عندي هذا اللون الخردلي. خليتهم بكيس وثقبتهم ثقب صغير بدون فورمة. راح أبدأ أعمل مثل الأوراق أو خطوط بهذا الشكل حتى يكون شكل حلو للورود. وبعدين قصيته نفس الكيس على شكل رقم 8 بالعربي حتى ينطيني يعني شكل فورمة الورقة بهذا الشكل، تنطيني نفس النتيجة مع فورمة الورقة. وعندي كريمة باللون الوردي، ثقبت الكيس ثقب صغير، وراح أبدأ أعمل مثل النقاط بهذا الشكل، هم تنطيني منظر حلو وشكل جمالي للكيكة. تفننوا واعملوا الأشكال والأشياء اللي تحبوها، واستوحوا الشغلات من الطبيعة. وراح أخلي هذه القلوب اللي عملتوها من الرويال آيسنج نفس طريقة الفارماسيل، بس عملتوها على شكل قلوب. راح أخليها على الكيكة بهذا الشكل. وراح أنثر شوي خرز غذائي هم على وجه الكيكة. واعذروني ما صورت الكاميرا هذا الجزء، خليته شوي من السكر الملون يمدو رايما حتى يبين كأنما هو بالطبيعة. وهذا الشكل النهائي للكيكة. إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو، وسهمكم العافية.